السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم جيت وجبت لكم طبق تقليدي اللي يتمثل في الرفيس. الرفيس هذا اللي غادي نديره لكم انا اليوم تمتاز به منطقة الهضاب العليا، وبالضبط منطقة المشرية عين صفراء البيض. نقدموه في المناسبات، في الأعراس، في الطهارات نتاع ولادنا، وفي النجاحات كذلك. جبت قصعة حطيت فيها السميد الرطب، زدت فيها شوية ملح، شوية سكر، وشوية زيت، وبس استهل. بالمناسبة السميد درت كيلو، ومن بعد زدت الماء وبديت نلم في العجينة غير نلموها ما نعجنوهاش باش تقعد مبسة. هنا لميت العجينة ودرتها كويرات. راني بديت نقرص في العجينة باش نحطها في الطاجين طيب. هنا جبت ديك الخبزة كي طابت من الطاجين وراني بديت ندق فيها، نفتفتها. هنا استعملت الايد تاع المهراز تاع اللوح، راني وريتها لكم وشفتوها. ومن بعد اللي بغات دير تاع النحاس دير، بصح تطرطق ليها القصعة. هذاك الخبز نقطعه قطع صغار. جبت التمر تاع الحميرة، غسلته، نقيته، ودرته يفور.
درت التمر يفور، ومن بعد درت داك الخبز اللي قطعته قطع صغار درته ثاني هو يفور. حطيت التمر اللي فار في القصعه، ومن بعد حطيت فوق هذاك الخبز اللي كنت ديجا فورته ثاني هو، وبديت نخلط فيهم مع بعض. عبالكم بلي يكون حامي بزاف استعملت المغرف ومن بعد عاد نستعمل يدي. بديت نخلطهم مع بعض وزدت فوقهم الدهن الحر. بديت نخلط بهذيك المغرف مليح مليح، من بعد نستعمل يدي. الدهن الحر اللي عندكم تاع بقري ولا نتاع الغلمي، ولا اللي ما عندهش يدير السمن تاع الحانوت وخلاص. بعد كي عجنته مليح مليح، ها هو الرفيس تاعنا كيفاش يجي. نقدروا نقدموه مع لاتاي ولا مع اللبن. نتمنى احباباتي تكون عجبتكم الوصفه نتاع اليوم. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي آراءكم في التعليقات. وهذا الكاس تاع لاتاي مني ليكم بالصحة والراحة. ما تنساوش ديروا لي جيم وديروا لي ابوني وتبارطاجوا مع احبابكم وصحابكم. الى فيديو القادم ان شاء الله، نلقاكم في رعاية الله وحفظه.